اوعى تبدا ثانويه عامه قبل ما تشوف الفيديو ده لاني هعرفك الاسرار اللي دخلتني طب بشري لدرجه اني كنت هطلع من اول الجمهوريه. نبدا باول واهم سر، ازاي تختار المدرسين. بدات السنه في نص شهر 8، لكن ما كنتش اعرف ولا مدرس لاني كنت عايش في السعوديه. علشان كده بدات اسال اصحابي في مصر، لكني للاسف ندمت جدا على القرار ده لان هم ما اتفقوش على اسم مدرس واحد في معظم المواد. علشان كده بدات اجرب اكتر من مدرس في كل ماده، ولو فاكر ان الموضوع ده كان سهل فللاسف انت غلطان. ده لاني لقيت مدرسين مشهورين وبياخد معاهم الاف الطلبه، لكني للاسف ما فهمتش منهم. هنا بدات احس بالاحباط لدرجه اني قلت مستحيل اني اجيب مجموع. لكن الاحساس ده اختفى لما كلمت واحد دخل طب من الدفعه اللي قبلي. قال لي انه عادي جدا ممكن ما افهمش من مدرس مشهور، واني لازم اكمل مع المدرس اللي بفهم منه سواء كان مشهور او لا. بس لو فاكر اني عرفت بعد كده اكمل مع مدرس معين فانت غلطان، انه برده ما عرفنيش ازاي اختار المدرس الصح. علشان كده بدات اجرب واشوف ايه اللي هيحصل. وبعد تجارب كتير اكتشفت ان المدرس الشاطر لازم يكون فيه 4 حاجات: شرحه حلو وبفهم منه، يرتب دماغي وبعرف احل بعده، عنده نظام واضح وخطه نمشي عليها، عامل نظام حساب وعقاب يخليني اعرف التزم معاه بجد طول السنه. هتقول لي انت بقى مستحيل الاقي كل الحاجات دي في مستر واحد. اقول لك انا بقى انك عادي جدا انك تاخد مع 2 مدرسين، لكن بشرط ان هما يكونوا بيكملوا بعض في ال4 حاجات دول. باقي الاسرار هعرفها لك في الاجزاء الجايه، فتاكد انك عامل فولو او سبسكرايب.